تعالوا نروح لمكان تاني قديم جدا وهو حزام إسوا الأخضر، إسوا جرينستون بيلت. بيرجع عمره من 3.8 ل 3.7 مليار سنة. يا ترى ايه الأدلة اللي هنلاقيها هناك وهتساعدنا نفهم أكتر عن الأرض في بدايتها؟ تعالوا نشوف. الأول خلينا نعرف يعني ايه حزام أخضر، جرينستون بيلت. ده نوع من المناطق الجيولوجية اللي فيها صخور متحولة ونارية، وبيتميز بلونه الأخضر نتيجة وجود معادن معينة زي الكلورايد. حزام إسوا الأخضر مهم جدا لأنه بيديلنا نظرة عن بداية تكوين القشرة الأرضية، وكمان عن الظروف اللي كانت موجوده وقتها. بس كالعاده مش كله سهل ومباشر، في علماء بيقولوا ان الصخور دي اتعرضت لتغيرات كتير على مدار السنين زيها زي صخور اكاستا، وده بيخلي تحليلها صعب وتفسير المعلومات منها ممكن يكون فيه تحدي كبير. حزام اسوا الاخضر ده ادالنا ادله مهمه زي وجود معادن قديمه جدا واثر امكانات الحياه الاوليه، يعني ممكن نقول ان الحزام ده كان شاهد على بدايه الحياه على الارض. لكن برضه في جدل بين العلماء، بيقولوا ان الادله دي ممكن تكون مختلطه مع مواد جيولوجيه تانية، وبالتالي التفسير ممكن ما يكونش دقيق. يعني بالبلدي كده ممكن نعتبر الصخور دي كتاب قديم مفيش حد عارف يقرا.